الويب كله حرفيا بيتكلم على الموقع الجديد بتاع لاندو نوريس. حابب نبص اكتر على التفاصيل ان احنا نشوف ازاي العظمة دي ممكن نعمل زيها. اول حاجة احنا لما بنهوفر كده بيدينا افكت 3D، وبتحس كأنه بيلبس الخوذة مع كل سكرول، وتحس ان الشخصية نفسها ثلاثية الابعاد، يعني كأنها مجسم ثلاثي الابعاد. ولما بتسكرول طبعا احنا شفنا الافكتس دي كتير قبل كده، فخلينا نركز الاول على موضوع الخوذة ده. أول حاجة الكاركتر ده أو التأثير ده كله مش هتعرف تعمله من غير مكتبة 3GS، ودي مكتبة بتخلينا إن إحنا نعمل مجسمات أو شخصيات ثلاثية الأبعاد باستخدام ال API Direct للويب جي ال. ففي في أمثلة كتيرة تقدر تشوفها على 3GS، فدي أول مكتبة هم استخدموها. وكمان الشخصية دي مش ثلاثية الأبعاد، لأ ده هي صورة عادية. ولو بصينا في النتورك تاب، خلينا نبص على الريسورسز، هنلاقي إن إحنا عندنا أكتر من 7 أو 8 صور محطوطين فوق بعض. واللي عاطي التأثير للشخصية إن هي ثلاثية الأبعاد حاجة اسمها الديبث ماب. لو بصينا عليها هنلاقي إن دي بتقول لنا كل ما النقط تقرب أكتر تبقى فاتحة أكتر، فده بيديني يعني زي صورة ثلاثية الأبعاد قد إيه الشخصية بعيدة. الدقن مثلا أقرب من الرقبة وهكذا، فده بيبقى بيساعد ويب اللي هي 3GS إن هي تديني التأثير بتاع الشخصية. بعد كده عندنا صورة الخوذة، ودي بتظهر مع الهوفر. محتاج بس اللايبرري تعمل لي اشكال عشوائيه عشان اقدر اعمل فلتر للخوذه. لايبرري زي انسبايرا يو اي بتعمل اشكال عشوائيه كده مثلا، وبناء عليه ببدا اظهر الخوذه. الجميل في الموقع ده ان ما مفيش فيه اثر لرياكت ولا فيو جي اس، كله فانيلا جافا سكريبت. بس برضو في الريسورسز لقيت ان في جي كويري 3.5، حاجه غريبه اكيد بيستخدموها في حاجه معينه. بالنسبه للسكرولينج افكت ده، شفناه في مواقع كتيرة زي أبل. محتاجين نستخدم عشانه لايبرري، برضو غالبا هم مستخدمين لايبرري اسمها زي لينوس دي، بتدينا الإفكت دوت ويبقى very very smooth very sharp. حابب برضو بص على البرفورمانس بتاع موقع زي ده. موقع زي ده مليان افكتس ومليان 3D. يا ترى البرفورمانس بتاعه هيبقى عامل ازاي؟ خلينا نبص على البرفورمانس بتاعه. هنظهر الفريم بير سكند. زي ما انتم شايفين هو في 60 فريم وانا بسكرول، بس عشان انا بسجل الشاشة برضو ففي زي ما تقول جهد كتير على الجهاز عندي. بس في العادي من غير السكرين ريكوردينج بيبقى دايما 60 فريم بير سكند. زي ما انتم شايفين هو ما بينزلش عن 85 58 سوري، على الرغم من ان انا مشغل السكرين ريكوردينج، فالبرفورمانس بتاعه مش طبيعي. يعني موقع بالجمال بالحلاوة ده البرفورمانس بتاعه فعلا مش طبيعي. برضه حاجة تانية من الحاجات الجميلة جدًا، لو أنت دخلت على on track شايف أنت الeffect ده برضه بتاع الtext، ده سهل إن يتعمل CSS. أنت بتقسم كل حرف من دول بيبقى div لوحده، وبتدّي له animation إن هو يطلع من فوق لتحت، وكل واحد من دول مثلًا نُص ثانية، الفرق ما بين كل حرف والتاني نُص ثانية، بتأخّر نُص ثانية، فبيدّيك التأثير الجميل أوي ده. لو رُحنا لصفحة on track، طبعًا الloader برضه جميل. أنت لو أخدتوا بالكم، خلّينا نروح ونيجي تاني. هو خِفى الشاشة وبعد كده ظهر بmask كده ال 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 الصفحة التانية، فهو بيload الصفحة الأول بيloadها في الخلفية، وبعد كده بيظهر بmask جميل. الon track دي فيها خوذة كده جميلة بتتحرك. الخوذة دي إحنا شُفنا طبعًا Apple كتير بتعمل الeffects دي، بس Apple بتعملها بيبقى فيديو، وكل مرة كل ما تسكرول بيروح للlayer اللي في أو الframe اللي في الفيديو اللي تاني. لكن هنا حرفيًا دي خوذة حقيقية 3D. أنا بصيت في الelements هنا لقيت إن الخوذة موجودة فعلًا GLTF. GLTF ده امتداد زي JPG زي MP4 بس للمجسمات 3D، فده امتداد للمجسمات 3D، فهو عنده خوذة فعلًا حقيقية 3D بتتحرك. ولو حد اشتغل قبل كده 3D هيعرف. خلّينا نشوف برضه الnetwork tab. هنلاقي إن إحنا عندنا حاجة هنا اسمها UV map. دي بيماب الصورة أو الmaterial الخامات بيحطها على الشكل ثلاثي الأبعاد، فبيديها الشكل النهائي ده. فدي الUV map. دي اسمها دي map تانية بتديني النتوء بتاع الشكل، الأشكال اللي تبقى بارزة.
آآ دي برضه map تانية، دي بتدّيني اللمعان، بتقول لي الأجزاء دي لامعة، الأجزاء دي مش لامعة، لإنه زي ما أنتم شايفين لو أنا رجعت تاني هنا، في زي إضاءة بتمشي، ففي أجزاء هنا بتلمع زيادة عن أجزاء معيّنة بطريقةٍ ما، شغل بصراحة فاخر من الآخر، بجد شغل رائع، بجد الموقع عجبني جدًا، الأداء بتاعه جامد جدًا. لو أنت front end أنصحك تخش تبُص على الtools كلّها اللي أنا ذكرتها، أو تقدّم استقالتك عادي برضه، حقك، وشكرًا ليكم.